كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة الترند اللي هي المكشوفة. طبعا في المكشوفة وفي المكسوفة. هي سهلة وبسيطة جدا، بس بتتباع عند الحلوانية غالية جدا خالص. بتتباع ب675 جنيه. انا عملتها حوالي كلفت 70 جنيه يعني. وهقولك الوقت انا جبت ايه واتكلف كام بالظبط. في الاول كده انا معايا نص كيلو من الكنافه مفرزاه. لازم تكوني مفرزاه قبلها بيوم علشان خاطر ان انت تقدري تفتفتيها لحتت صغيره كده، او لو انت حابه تشتغلي بيها في نفس اليوم هتضربيها في الكبه. نص كيلو الكنافه بكام؟ ب25 جنيه. انا معاكم خطوه بخطوه واحده بواحده علشان اقول لكم على الاسعار واقول لكم هي اتكلفت ايه بالظبط وبتتشرى من بره بكام. ففي الاول كده انا هفتفتها خالص لحتت، يعني اخليها ناعمة خالص علشان خاطر ان انا اعرف اشتغل بيها. مش عايزاها تكون شعر خالص، انا هفتفتها لحتت صغيرة خالص كده. وبجيب بقى 3 معالق سكر بودر وبحطهم عليها كده. وطبعا بخلط السكر مع الكنافة كويس كده. طبعا فرن البوتاجاز عندي شغال، لازم أن يكون الفرن سابق التسخين. قبل ما ادخلها الفرن هجيب كمان نص كوباية من السمنة السايحة او الزبدة واحطها عليها كده وهغلفها كويس. هخلي السمنة تتغلف بحبيبات الكنافة اللي معايا دي كلها خالص. طبعا وبدخلها الفرن. عقبال بقى ما تتحمر معايا في الفرن، انا كيس الكريم شانتيه ده انا جايباه ب30 جنيه. ب30 جنيه فضيته كده كلاته. ومعايا كوباية لبن كانت عندي في التلاجة ساقعة. وكمان معايا 3 معالق سكر بودر. وهضرب الكلام ده كلته مع بعضه كده لحد ما احصل على قوام تقيل زي ما هتشوفيه الوقت كده بالشكل ده كده. والفراولة اللي معايا دي انا مش جايباها طازة، هي كانت عندي في التلاجة انا مفرزاها وطلعت دول وسبتهم يفكوا كده واستخدمتهم. يبقى هنا نص كيلو كنافة ب25 جنيه وكيس كريم شانتيه ب30 جنيه، يبقى كده 55 جنيه. والسكر من البيت من عندي، والفراولة كانت متفرزة في البيت برضو في الفريزر عندي. دي الكنافة طبعا انا مطلعاها بس اوريها لك كده. بحاول ان انا اقلبها كده وافتفت الحتت المكلكعة اللي فيها ده على قد ما اقدر كده. وبدخلها الشواية تاني كده. انا طلعتها خلاص كده خدت اللون المناسب. بجيب بقى نص كوباية من السيرب التقيل الشربات يعني، مفيش يبقى بحط معلقتين كبار من العسل الابيض علشان يمسك معانا الكنافة في التشكيل، ما تفكش ولا تشقق منك. قلبي بقى كده الكنافة كلها مع معلقتين العسل دول. يبقى لحد دلوقتي خدي بالك 55 جنيه. لو هتشتري بقى الفراولة هتجيبي نص كيلو، قولي كيلو. الكيلو ب12 ونص، قولي ب15 و55 يبقوا 70 جنيه. والسكر كلنا عندنا السكر في البيت. لو انت مفرزة عندك الفراولة في التلاجة يبقى مش هتشتري الكيلو. تمام. انا بحسبها معاكي ليه؟ علشان الحلاونة اللي بيبيعوها يعني ب600 جنيه. ليه يعني؟ عشان ايه ب600 جنيه؟ غالية جدا جدا وهي سهلة التحضير ما بتاخدش اي حاجة خالص. بجيب بقى بولة كده زي البولة اللي قدامك دي كده، وبفرش فيها كيس تلاجة. بقطع كيس التلاجة وبحطه فيها عشان يبقى اما اجي اقلبها تبقى سهلة معايا. باخد بقى كده شوية من الكنافة بفرشهم في الأرضية كده. وبحاول ان انا اعمل سور. اعمل سور من الكنافة كده، يعني اطلع الكنافة لفوق اعملها كده سور. واحاول على قد ما اقدر بقى بمعلقة بايدك. المهم ان انا عايزة الكنافة دي تتساوى في قلب البولة اللي معاكي. انا هنا سويتها بالمعلقة. بعينك كده ظبطي وحطي الطبقة الأولانية كده وظبطيها كده، مفيش مليها معيار. ظبطيها بعينيكي كده.
انا كده بعمل سور اهو زي ما انت شايفه كده. مش عايزه اقولك الطعم بتاعها، انا لسه مقطعاها دلوقتي. انا سبتها في التلاجة مده طويله لحد ما صلينا التراويح وخرجنا، كمان سبتها بعد صلاه التراويح كمان يجي بساعتين 3، كانت تماسكت قوي. فانت ممكن ما تغيبهاش قوي كده، بس بجد طعمها يعني هي تستحق إن هي تبقى غالية، بس مش ب600 جنيه يعني. بس هي جميلة جدا جدا، وطعمها الكريمة مع الفراولة مع الكنافة حاجة يعني بصراحة عظمة. انا كده خلاص، انا ظبطت الدنيا كده في الطبقة الاولانية. بجيب بقى قطعة، مفيش قطعة، كوباية تصرفي، وبنعمل الدايرة اللي في النص دي. ليه بقى؟ علشان هي دي اسمها المكشوفة، لكن لو هي مكسوفة مش هنعمل الدايرة اللي احنا عملناها في النص دي. حاولي كده بقى تنضفيها بالمعلقة، تطلعي بقى الحتة اللي احنا قطعناها دي، نضفيها كده بالمعلقة. عرفتي بقى الفرق بين المكسوفة والمكشوفة؟ هو ده الترند بتاع رمضان السنة دي. هم عملوا ترند قبل كده، اللي هو المش اللي كان ايه يا ربي، المشكشكة. وكانت في كمان حاجة برضو ترند، وكشري. وده بقى الترند اللي هو بتاع السنة دي، اللي هو المكشوفة والمكسوفة. في الحتة اللي هي الفاضية اللي انا قطعتها بالقطاعة دي، بحط فيها كده شرايح من الفراولة، علشان هي دي اللي هتبقى على الوش زي ما انت شفتي في اول الفيديو. والكريمة طبعا انا هنا برضو حطيت شرايح كده وقطع من الفراولة على الكريمة وقلبتها. بحط بقى فوقها كده كريمة، وبالراحة كده بطرف المعلقة كده، بس بالراحة خالص بظهر المعلقة. هنحاول ان احنا نساوي الدنيا معانا، بس مش عايزين الدنيا تبوظ معانا. بالراحة خالص كده. طبعا معايا نص الكمية التاني. هاتي يلا كمان طبقة من الكنافة عشان نغطي الكريمة دي. حطي كده طبقة من الكنافة، وحاولي برضو تسويها على قد ما تقدري بالراحة، علشان خاطر ما تنسيش ان في كريمة تحت ايديكي. والكيس انا فرداه في البولة، ومطلعه الاطراف بتاعته زي ما انت شايفة كده. انا بسويتها بقى بالمعلقة كده كويس خالص. بعمل ايه بقى؟ بقفل عليها بالكيس ده كويس جدا، بقفل عليها كده وبغطيها بطبق وبشيلها في التلاجة ساعة. بس زي ما انا قلتلك انا سبتها حوالي ساعتين 3 عما خرجتها من التلاجة. بعد ما خرجت من التلاجة بقى نفتح عليها كده الكيس، وهاتي طبق التقديم. افتحي كده الكيس وحطي الطبق، هاتي طبق يكون على قد البولة واقلبي. على فكرة كنت انا خايفة اوي وانا بقلبها لا تتهري او تشقق معايا، بس الحمد لله لا اتهرت ولا شققت خالص، ما شاء الله جميلة جدا. دي بقى المكشوفة. مكشوفة ليه؟ الفراولة باينة اهي، هي دي بقى المكشوفة. لكن لو هي مكسوفة دي هتتدارى، مش هتبقى باينة خالص. زيني بقى بفستق، بندق، لوز، عين جمال، براحتك خالص. طبعا انا حطيتها على طبق التقديم. بتجيبي بقى كده السكينة وبتقطعيها زي ما بتقطعي التورتة بالظبط. جميلة جدا وسهلة، والاحلى في الموضوع ان طعمها خطير. هي دي بقى يا ستي المكشوفة.